الله تبارك وتعالى قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله إياكم تعصوه، واتقوا الأرحام إياكم تقطعوها. وقال تعالى في صفات الصالحين العقلاء: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال سبحانه في الفاسقين: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبدأ الله في البر بالأقارب قبل اليتامى والمساكين. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يقول الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قالت الرحم: يا رب يجيرني من القطيعة. فقال الله تعالى: اللي يوصل الرحم نوصله، واللي يقطعها نقطعه. قالت الرحم: رضيت يا ربي. المعنى اللي يرجى الله يشوف الأقارب أبواب للجنة، يبدأ بهم في الإحسان والتعليم والنصيحة، وإذا ضيعوا معاه يسامح كما هو يحب يسامحه الله.